ريال مدريد وليفربول يا جماعه ما قبل المباراه. قبل المباراه. فخلينا نخش في الموضوع على طول. انا كنت اعملوا لايك وسبسكرايب عشان ده مش يوتيوبر، ده حديث في اليوتيوب. انا اعملوا لايك وسبسكرايب وهتلاقوني في الديسكربشن تحت. اعملوا لايك وسبسكرايب. انا بشجع ليفربول، انا محمد عادل وده محمد كوتي. ده حقيقي، يلا بينا. ده حقيقي. محمد حسن. محمد حسن يعني. ماشي. انا عايز انهي الحلقه من قبل ما تبتدي. احنا بقالنا نص ساعه بنحاول نظبط الكادر، فما ننهي ايه. هقول لك يعني انا لما فكرت كده في حاجات نتكلم عنها او اه الناس تبقى حابه انها تسمعها نتكلم عنها من مشجعين مختلفين لفريقين مختلفين وكده، اه كتبت حاجات كتير. صحيح. تمام. وبعتها بس حاسس ان انا عايز انهي الكلام ده كله في سؤال واحد بس. اتفضل. هل ليفربول ممكن يكسب ريال مدريد؟ لا ما ده اللي انا عايز اعمله. انت فاهم؟ سلام عليا ونقوم نمشي. يا ريت يا اسطى والله. صور بعدها ليه بس ونقوم نقفل الكاميرا ونمشي ونريح صعبه دماغنا. صعبه قوي. ننزل فيديو دقيقه يعني. وجهة نظر والله وجهه نظر. السؤال هل كذا كذا؟ لا ما ينفعش. فقط طب ليه بقى نقعد نتكلم والناس تقعد وجماهير الفرقه دي وجماهير الفرقه دي يعني فاهم؟ نختصر عليهم الموضوع شويه. لا هي صعبه فعلا صعبه. طب ممكن نكذب؟ لا يعني يعني نكذب، احنا هنقول ليه هي صعبه. نكذب ونشيلها في المونتاج وتقول يا عم لا سهله واه مش لا عارف. لا خلينا نقول هي ليه صعبه. ليه هي صعبه؟ اه ليه هي صعبه؟ هل عشان ريال مدريد جامد ولا عشان ليفربول اللي وحش؟ الاثنين. ليفربول وحشه وريال مدريد قبل الكلاسيكو حاجه وبعد الكلاسيكو حاجه. ريال مدريد قبل الكلاسيكو الثقه ما كانتش عندهم زي ما هي دلوقتي. اتفق معاك قبل جدا. الكلاسيكو انا اقول لك ان في امل ممكن يعني اعجاز. دلوقتي صعبه قوي. مش بقول لك ان هي مستحيله طبعا، ان مفيش حاجه في الكوره مستحيل، بس حلو. هي صعبه صعبه قوي. بالمناسبه يا جماعه احنا بنصور يوم الاحد، الماتش يوم الثلاث. فمعنى ان احنا بنصور يوم الاحد الفرقتين لسه الصبح لاعبين امبارح وبتاع. معنى ان احنا بنصور يوم الاحد الصبح ان ريال مدريد وليفربول الاثنين لعبوا في الدوري ده، في الدوري الاسباني ده، في الدوري الانجليزي بعد ما احنا صورنا. فدي حاجه كويسه جدا ان احنا عارفين اخر نتائج للماتشات. قبل ما احنا نتصور اصلا هم لعبوا قبل ما احنا نصور، فاحنا عارفين نتائج الماتشات. فهل نتيجه ماتش ليفربول دي اثرت على فكرك في ان هم ممكن يعملوا حاجه؟ سيكا يعني اللي هو ممكن والله صلاح بدا يرجع لفورمه وبتاع. بس برضو يعني احنا لسه ما جبناش الفورمه اللي كسبنا ريال مدريد. انت ماتش ريال مدريد ده اصلا وانت في التوب فورم بتاعك انت عندك شكوك. انت مش داخل وانت واثق. السنه اللي فاتت كان ريال مدريد وحش جدا وانت كنت حلو جدا وكان ممكن تخسر في الماتش بتاع الانفيلد لما كان طرقعكم 2-1. ايوه. فانت كان ممكن تخسر لو ضربه الجزاء بتاع مبابي جت مثلا. كان تفاصيل صغيره فرقت في الماتش. فبالك انت السنه دي انت وحش. الفرقه كلها واقعه. سلوت مش عارف يعمل ايه. الناحيه الثانيه ريال مدريد طاير. بعد الكلاسيكو ثقه مش طبيعيه. وده اتكلم عليه اكتر من حد ان فعلا بعد الكلاسيكو الدنيا ده كده طبعا. ومبابي الثقة بتختلف. مستواه مش طبيعي. الله أكبر كل ده عليك. يقول لك ان لا صعب. حلو. يعني بعد ماتش الدوري بتاع ليفربول انا الصراحه ما شفتش الماتش لا، عشان أستون نكون صراحه انه كان بيتلعب في نفس ماتش ريال مدريد. بس شفت هايلايتس وبتاع وعرفت طبعا ان ليفربول كسبوا وصلاح جاب جول. هو الفكره مش في الجون على فكره. هو صلاح الماتش كان كويس من صلاح. الماتش يعني كان الجول كويس من قشطة، صلاح. انا الجول- بقول لك انا اتفرجت على الهايلايتس بس ما حسيتش اللي هو ليفربول اللي بيكسب. يعني لما تيجي تبص على النتيجه بتاعت ليفربول كده في اي وقت من الاوقات السنه اللي فاتت او حتى ايام يورجن كلوب، ليفربول كسبان هتلاقي الاستحواذ معاه والسيطره معاه وكل الكلام ده معاه. ما اعرفش طبعا الارقام على الورق ايه، بس من الهايلايتس انا اتفرجت على هايلايتس طويله فحسيت ان لا، مش ليفربول اللي ماسك الكوره على طول، مش ليفربول اللي بيحرك لا الكوره. احنا لو هنتكلم عن ماتش استون فيلا فممكن كمان بسرعه يعني ان ليفربول الفرق بين الماتش ده والماتشات اللي قبل كده ان في ضغط عالي بيحصل من قدام من طلوع الكوره اصلا من مارتينيز. والكوره اللي هي اللي صلاح جابها دي اللي غلطه من مارتينيز. الكوره دي قررت كذا مره. سوبوسلاي قبلها اصلا مضيع انفراد هو قطعها من المدافع وهو بيطلع انت بالكوره. قصدك ان هي وحشه من استون فيلا اصلا؟ لا ان ليفربول ضغطوا من قدام دي حاجه ما كانتش بتحصل. ليفربول ما كانوش بيضغطوا في البنى اللعب بالشكل ده. طب ما ده دي معنى حاجة كده أول ان مرة تحصل. المدرب عنده حاجه بيحاول يعملها. المره دي انا شفت حاجه بتحصل. شفت ضغط بيحصل من قدام. قبل كده كان الضغط متاخر قوي. فده فرق جدا في الماتش ده. ما هو ده اللي خلينا بقى نروح للسؤال اللي بعده. هل ليفربول انت ما عندكش ثقه فيهم بسبب حاجه تانية غير ارني سلوت، ولا المشكله كلها زي ما اي مشجع لليفربول بيقول ان مشكله 100% ارني سلوت؟ لا المشكله 99% ارن سلوت 1% انسجام كتير لعيبه. قوي 99%. لا 99% ماشي. و1% انسجام لعيبه. انسجام اللعيبه ده اتكلم عليه صلاح واتكلم عليه اكتر من حد واتكلم عليه السلوت نفسه. ان صفقات جديده إن- كتير واللعيبه دي ما إحنا لعبتش لسه مع مش بعض. متعودين على بعض خصوصا قدام. خصوصا قدام انت شكلك هجوميا وحش لان انت برضو الناس مش فاهمه بعض. امبارح فيرتس لما نزل لعب كوره باص. هو لسه مش متعود اللعيبه دي بتجري ازاي بتتحرك فين. الباص طالع بره في الاوت في نص الملعب. لان هو مش فاهم مين هيبقى هنا ومين هيتحرك لقدام. هو لسه مش مجمعين مع بعض الدنيا عامله ازاي. مش عارف، حاسس ان فكره ان انت ترمي اللوم كله على ارني سلوت. انا معاك ان ارني سلوت كارثه يعني، عشان بس الناس ما تختلفش هقول معايا لك ليه برمي اللوم. وتقول لي انت إحنا ما اتكلمناش بتتفرجش لسه على في ليفربول ومش شايف ارني سلوت. انا عارف ان ارني سلوت كارثه، بس انا بتكلم انا كنت ضايق من نفس الفنجال ده
ومش من بعيد، ده لسه السنه اللي فاتت مع ريال مدريد انشيلوتي. فانشيلوتي كان وحش جدا، كان اي فرقه كبيره اسما حتى لو مستواه مش كويس بتكسبه. يعني مثلا الميلان السنه اللي فاتت كمثال، يعني مش اقوى حاجه، بس فرقه كبيره رحت لعبتها خسرت منها برضه، رغم ان الميلان كان بيخسر من كل فرق الدوري الايطالي صح. ساعتها. فاهم قصدي ايه؟ ففكره ان انت حتى لو عندك مدرب وحش جدا زي ارني سلوت، ولكن لو جينا نحط نفس المثال، انشيلوتي السنه اللي فاتت مع ريال مدريد، ريال مدريد كان بيبقى ليه شكل على ارضه حتى. ففكره ان انت تبقى مش ضامن ماتش زي ريال مدريد، مش هقول لك ضامن ان انت تكسب، بس ضامن على الاقل ان انت تلعب كويس حتى لو مدربك وحش. تلعب كويس ازاي؟ تلعب كويس عشان عندك لعيبه هاي كواليتي وبتلعب على ارضك. فانا مش عارف ازاي انت فكره انت تبقى مش شايف ان دي ادفانتج، ده يا ابني معناه ما دي هي، عدم ثقه خالص من ما المدرب هو يعني. طبيعي، ما هو اللي موصلني لكده. ما هو انا لما بلاعب حتى على فرق، ملعبك. ايوه طبعا، ما انا خسران السنه دي على ملعبي كتير جدا. امم. ما انا خسرت على ملعبي عادي، يعني مش فاكر كان مين اللي لعبناه على ارضنا، بس خسرنا على ملعبنا عادي. انفيلد ما بقاش يعني ماتش الكاس، ماتش الكاس احنا نازلين خسرانين. شفت التشكيله اللي نازل ماتش الكاس بيها؟ ده كده كده انا ما هو 100% ده على عارف ان هو ارضك، نازل خسران. ده لا لا، على هو نازل ارضك. يعني ما اعرفش، بس حاسس ان في ناس كتير اتكلمت في الحوار ده قالت ان هو نازل قاصد يخسر. ما هو بالظبط ده اللي مضايقني. فدي حاجه تانية خالص ودي مالهاش علاقه. حاجه الوم عليها طبعا سلوت، ما ينفعش الوم عليه حد تاني. دي يعني عشان كده حتى بقول لك ان هو مدرب، هو بيلغي حاجه في هويتك. فكره الملعب انفيلد ده كان حاجه تقيله، هو مع سلوت لا خالص. مم. مع سلوت احنا الملعب عادي جدا، ولا كاننا بنلعب على ارضنا عادي. نازل تلعب ضد كريستال بالاس في الكاس انت خسران. وبعدين بقى طريقه انا ليه تفكيره بقول لك ان غريبه. 99% سلوت؟ لان هو ككوره بقى بنلعب في الماتش، احنا ما فيش كوره بتلعب على الارض، احنا بنلعب باسكت بول من اول الموسم، كل الكور عاليه، احنا الضغط متاخر جدا. فانت اهم حاجتين عندك ان انت الضغط العكسي وطلوعك بالكوره وحش بايظ، غير مم. ان انت نقلت اللعب الناحيه الثانيه وطرفت صلاح عشان تخلي الناس اللي انت جايبها جديده تعرف تهاجم. ده فكره الصراحه ان يبقى في اي مدرب في العالم عنده اهم لاعب في المنظومه عنده ويبعدوا عن الجول، دي غريبه جدا بصراحه. بالظبط، ده اللي اتعكس بقى امبارح في مم. ماتش استون فيلا ده. لا صلاح كان قريب، ده اللي اتعكس في الجول بتاع صلاح قدام برينتفورد، اللي صلاح دخل جوه ال 18. فهو بدا يعني في ماتش استون فيلا ده هو ادرك الكارثه اللي هو عملها في صلاح، مم. وادرك شويه ادراكها حته متاخر الضغط. قوي. ما متاخر طبعا، بس الضغط في اول مره اشوف في ماتش استون فيلا الضغط مع سلوت كده. فيا رب ده يحصل قدام مدريد. معنى كده ان يعني في حتى لو امل بسيط ان الماتش ده ممكن يخرج مثلا تعادل، مش لازم خساره. اه ممكن، حلو بس ده. تلعب بالطريقه اللي لعبت بيها قدام استون فيلا. مم. فكره الضغط العالي من قدام، فكره ان انت مسيطر على الكوره وبتلعب كوره على الارض، بتطلع على الارض عن طريق جرافنبرخ او ماكاليستر. خلي بالك دي حسنه برضه، يعني دي حاجه كويسه ان يكون مدرب مش بيعند، مش قافل دماغه انا ما هلعب هو بيعند بطريقتي بقاله ايا كان. شهرين، ما احنا بناخد على عيننا بقالنا شهرين بسبب ان هو بيعند. بس يعني الراجل برضه ابتدى اهو يعني ماشي، يحس ما ان هو هو لو غلط. عدلها خلاص انا مش هقول لك سلوت السبب، مم. لكن هو لو ما عدلهاش لا يبقى هو السبب وطريقه لعبه هي السبب، فاهم؟ ايه ممكن الحاجه اللي انت شايف ان هي تبقى اقوى في ليفربول وفي ريال مدريد غير الحاجتين اللي احنا عارفينهم؟ يعني ريال مدريد ايه ممكن السلاح اللي ممكن انت تبقى خايف منه كمشجع ليفربول غير كيليان امبابي طبعا، مم. و... وايه السلاح اللي انت شايفه في ليفربول ممكن يجيب لك ماتش مهم يرجع لك ثقة، زي ما اتكلمنا مثلا ان في ماتشات مهمة زي ماتش الكلاسيكو ده ممكن يغير مسار الفريق على مدار الموسم، غير صلاح. غير محمد صلاح. ماشي، لو اتكلمنا على ريال مدريد، فلو هشيل امبابي من الحسبه انا خايف من بلينجهام بصراحه يعني. مم. انا ولا خايف من فينيسيوس ولا خايف من اردا جولر، حتى رغم ان اردا جولر عامل موسم جامد جدا لغايه دلوقتي. ما هو اصل ده باكج، يعني اردا جولر ده بيجي مع مبابي يعني ما انا فاهم هو بس بيجي هدية، فاهم؟ يعني. انا فاهم، بس انا حاسس ان اردا جولر ممكن يتقفل عليه في نص الملعب، لكن اللي صعب فعلا يتقفل عليه من فرقه انجليزيه هو بلينجهام. مم. يعني بلينجهام مش لعيب كرة حريف زي اردا جولر، فانت هيخش معاك بدني سخيف هيبقى سخيف قوي. مم. ده غير ان هو فايق اخر فتره، ده غير ان هو بيلعبه في مركز جديد اقرب للجون. نفس الفكرة، هو فوقانه ده بسبب الكلاسيكو. وبسبب الكلاسيكو، مم. وبسبب برضه ان تشابي الونسو غير مركزه، ما خلاهوش 8 صريح. غير مركزه، بس الثقة دي جات له بسبب الكلاسيكو ما اكيد 100%. بص هو كده كده لعيبه ريال مدريد كلها فاقت بسبب الكلاسيكو. مم. يعني الكلاسيكو غير كتير قوي في لعيبه ريال ده مدريد، حقيقي. ومش عشان ماتش بعدها، لا هو باين يا جماعه من طريقه اللعب باينه. هو اهم ماتش في الدوري الاسباني، يعني مش انت نضحك على لو بعض يا جماعه. كانوا خسروا من برشلونه ده كان قصه تانية خالص هتبقى دلوقتي. انت خسرت من اتلتيكو وخسرت، وخصوصا انت خسران من اتلتيكو 5 بسكور، فهتبقى فهتبقى خسرت من اتلتيكو خسرت من برشلونه، يعني هتبقى كانت تبقى اكنك قصه تانية بتحفر خالص، على الفاضي. كانت تبقى قصه تانية فعلا. ده حقيقي. بس انت دلوقتي جاي عندك ثقه، جاي لعيبه فايقه، جاي عندك طريقه لعب جديده كويسه، فبلينجهام يقلق. مم. ده يخوف ريال مدريد. الناحيه التانية في ليفربول لو صلاح مش فايق انا مفيش.
سوبوسلاي كويس، سوبوسلاي من اول الموسم هو احسن لعيب في ليفربول، بس لو صلاح مش فاهم مش هو اللي هيشيلك الفرقه هجوميا. مش عارف يعني، من وجهة نظري حاسس يعني اختلف برضه شويه. يعني انا معاك جدا في حته ريال مدريد، ماشي، في بلينجهام. حاجات تانية انت ممكن عشان، وده عادي عشان انت اكيد بتتفرج على ريال مدريد، انا متفاهم ده في الماتشات المهمه او في دوري الابطال بس. لا اغلب الماتشات على فكره بتفرج عليها لو متعارضه مع ليفربول يعني. تمام. بس فكره الحته بقى بتاعت ليفربول دي، انا حاسس ان انا مش عارف ازاي انت ما قلتهاش. يعني انت 100% من، عشان برضو الناس هتقول لي انت اتفرجتش على الماتش، انت اتفرجت هايلايتس والكلام ده، بس من الحاجات اللي انا شفتها، انت اللي بيرجع لك 50% من شخصيتك، و50% دي انا مش عايز ازود يعني عشان بس الناس ما تفتكرنيش ببالغ، هو جرافنبرخ ماشي، مش ما سوبوسلاي. جرافنبرغ في نص انا بتكلم هجوميا. هجوميا دفاعيا جرافنبرخ، انت من غير جرافنبرخ اصلا مش عارف تهاجم لان انت مش عارف تدافع. ماشي، انا دلوقتي بتكلم على فكره ان مين يعمل لي الفرق قدام هجوميا غير صلاح. مم. مش بتكلم في مين هو اهم لعيب في ليفربول او مين هو اهم لعيب في نص ملعب ليفربول، رغم ان سوبوسلاي برضو يخش مع جرافنبرغ في الحته دي عادي. مم. بس انا اتكلم هجوميا، جرافنبرغ مش هيقدم لي الحاجه الهجوميه الواو. هو بيجيب اجوان، بيشوط، بس ده بيبقى كل فين وفين بيشوط يعني مره. مم. لكن لو هنتكلم هجوميا هو سوبوسلاي، لكن لو هنتكلم طبعا عن اهميه جرافنبرغ هي حاجه طبعا مهمه جدا. يعني جرافنبرغ هو املي ان هو يقفل على اردا جولر. عشان كده بقول لك ان اردا جولر مش عارف منه قوي، عشان في مم. جرافنبرغ في نص الملعب. لكن هجوميا لا، مش هتكلم على جرافنبرغ. الاصابات. مالها؟ حاسس يا جماعه ان انا بحلم، يعني انا بحلم ان انا بلاعب فرقه كبيره ما وانا عندكش داخل فريق اصابات. كامل وما عنديش اصابات والفرقه كلها جاهزه. بس جولر اتصاب في ماتش فالنسيا، ما يعني تصابش يا عم اصابه ده. عبيطه يعني. يعني ده فاهم، هيعملوا له شويه مساج مم. كده والدنيا هتبقى جميله. اصابات في خط دفاعك بقى، اذا كان اليسون، والله من غير فريمبونج، اصابات حتى كارثه. ده ما يعني ولا ياثرش. وجود، لا اليسون كده كده بيأثر طبعا، يعني اليسون اهم حارس دوري انجليزي، شارك في حته كورتوا. قبل ما دوناروما يجي. لا هو اهم من هما بالنسبه لليفربول عادي يعني. هتلاقي ان سوبوسلاي بيخش على فكره، ها. يعني في الماتش ده هتلاقي ان سوبوسلاي داخل ناحيه اليمين عشان يبقى هو صلاح على كاريراس، ما يبقاش صلاح لوحده. لان لو انا بقول لك هو صلاح لو لوحده على كاريراس مش هيعمل حاجه. هو سوبوسلاي مع صلاح ناحيه اليمين، انت كده فضيت ناحيه الشمال. لا هو سوبوسلاي كده كده ملوش دعوه ناحيه الشمال اصلا. انت مم. ناحيه الشمال عندك لو روبرتسون لعب هتلاقيه هو اللي طالع، جاكبو موجود، فانت مالكش دعوه، كده كده سوبوسلاي اصلا بيبقى ناحيه اليمين. مم. حتى امبارح لما كان بيضغط، انا عارف هو ان بيضغط سوبوسلاي كمهاجم بيسند كده تاني. كده ناحيه اليمين، بس انا بتكلم ان هو في الماتشات العاديه بشوف سوبوسلاي بسم الله ما شاء الله في كل حته يعني. لا بس هو المنطقي والاقرب ليه ان هو بيبقى ناحيه اليمين، ما هي حتى ناحيه امبارح اليمين بقول طبعا. لك في الضغط مم. هو بيضغط كمهاجم تاني ناحيه اليمين وكيتيكي ناحيه عارف الشمال. اه. بس فهو لا، سوبوسلاي هيبقى مع صلاح في الناحيه دي، وهو ده الامل ان هو ممكن يعمل حاجه. لكن لو اتساب صلاح لوحده على كاريراس انسى. حلو قوي ان انت بتبتدي تستنتج الحاجات اللي ممكن تتعمل، مم. تبقى من اي اتجاه في الملعب. اه. فده يودينا لسؤال مهم قوي. مم. انت دلوقتي لو ارني سلوت، ايه نقطه ضعف ريال مدريد من وجهه نظرك؟ ده سؤال صعب، ده سؤال انت لما قلته لي انا قعدت افكر كتير فكر. قوي يعني، ماشي. مش لاقي. لا مش فعلا للدرجه. الفتره دي انا مش لاقي. مش للدرجه. لا انا فعلا مش لاقي. ممكن بلاش نقطه ضعف عناصر. بص يعني انا ممكن اقول لك ان خروجهم بالكوره مش احسن حاجه، حلو. عشان كده نفسي ان احنا نضغط عالي ماشي. زي ما شفت امبارح في ماتش استون ده فيلا. حقيقي 100%، انا اتنين كنت اقول قلوب كده فعلا. دفاع بتوع مدريد تقدر تغلطهم كتير. كورتوا حتى برجله مش احسن حاجه غير لو لعبها عاليه، فانت دول بس في تقدر الاغلب تضغط. كورتوا ما بيتفزلكش، يعني مش بالظبط، الحارس اللي ما ده بيتفزلك اللي بقول لك بالكوره، عليه. لو اتزنق بس بيطفش. الاثنين يعني المدافعين دي حقيقه. الاثنين المدافعين ممكن تغلطهم كتير قوي. ده غير ان اصلا اللي هو اسمه ايه، تشاوميني، مم. بالكوره مش احسن حاجه برده. مش هو مش جرافنبرغ. جرافنبرغ عنده 100%. ميزه ان هو بيعرف يطلع بالكوره حلو قوي. 100%. تشاوميني الناحيه الثانيه هو دفاعيا اقوى هو بس دفاعيا مش. بس مش اقوى. بالظبط. هو مش هيعرف يطلعك بالكوره، فانت لو ضغطت على الثلاثه دول زي مم. الضغط اللي شفته امبارح قدام استون فيلا ممكن تاخد الكوره بسهوله. ما هي المشكله بالنسبه لي كواحد بيشجع ريال مدريد، ودي بقى حاجه حقيقيه 100% يعني، ان الحاجه اللي عملها ليفربول كسبته الماتش، وممكن تكون نورت لمبه في دماغ ارني سلوت، الضغط. اللي هو ايه ده، احنا بنعرف نعمل الحاجه دي. مم. سبحان الله من حظي السيء ان هي نفس الحاجه نقطه ضعف ريال اللي هي مدريد. الضغط. ده الجول اللي جه فيك من برشلونه اصلا، الجول اللي جه صح. فيك من برشلونه. لما اردا جولر نزل حاول يطلع بالكوره حتى ما عرفش. بحاول لما نزل سقط في الوحيد النص. اللي لعيب كوره عندك اللي هو اردا جولر بيتوتر ما تحت الضغط ده، بيعرفش يطلع بيتوتر بالكوره. جدا. اردا وعلى فكره جولر الجول ده مش اول مره يجي بتاع برشلونه. 100%. انا شفت الجول ده بيتكرر كذا مره ان اردا جولر في الحته دي بيغلط. اردا جولر مش بتاعته الحته دي. مم. ودايما بلينجهام لما بيزيد قدام، بيبقى مثلا طالعين هجمه والكره ترجع مرتده، 100% اول لاعب بينزل يسقط عشان يطلع لك بالكوره، عشان بلينجهام لسه في اخر مكان في الملعب، بيبقى اردا جولير. مم. اردا جولير
خلاص الناس حفظت. وطبعا ما في، انا عارف ان اردا جولير اكيد هيشتغل على حاجه زي كده، واكيد تشابي الونسو مركز معاه جدا، لان هو الفتى المدلل بتاع تشابي الونسو مم. واوزيل جيل والكلام ده كله، فهيشتغل في الحته دي. بس هو لما يشتغل في الحته دي فيها كتير يعني، مم. ممكن فيها سنتين اصلا. اه فكره ان اردا جولير تحت ضغط بيتوتر. صح. انت يعني هو فعلا هي مشكله ريال 100%. مدريد الاساسيه ان هو ما عندوش حد يطلع بالكوره. دي بالنسبه لي دي واضحه يعني. انا متفق معاك كانت فيها. هتتحل لو ارنولد موجود، بس الحمد لله ما فيش. سؤال يبدو كوميدي شويه، بس حاول تاخده معايا على محمل الجد، مم. معلش تعالى على نفسك خده معايا على محمل الجد. ايه نقطة ضعف ليفربول اللي ممكن يستغلها ريال مدريد في الماتش بتاع دوري الابطال؟ بص والله العظيم هي المشكله برضو زي ما انت قلت في حوار الناحيه التانية، ان نقطه قوه ريال مدريد هي نقطه ضعف ليفربول. نقطه قوه ريال مدريد في الثنائيه اللي بين اردا جولر ومبابي. قلب اي دفاع يعني. باس، اي باس من اردا جولر لمبابي مظبوط، هتلاقي مبابي انفرد. وانا عارف بقول لك ايه، اي باس مظبوط من اردا جولر في ظهر كوناتي لمبابي شكرا. اللي خط دفاع ليفربول ما بيعرفش يظبط الاوفسايد تراب. هو ما بيعرفش يظبط الاوفسايد تراك، بطيء، ما بيعرفش يخش، بيخاف. الاثنين بطأ، ده حقيقي. فان دايك اللعيب وكوناتي. كوناتي حتى سريع سيكا لما بيجيب مواني بيخاف يخش عليه. بس في حالة ان الكورة خلاص انت فقدت الكورة، والكورة دلوقتي بين رجلين لعيبة ريال مدريد، امم انت شكلك الدفاعي فين؟ ايه؟ في نص ملعبك انت، مش في نص ملعب ريال مدريد. يعني هما بنوا هجمه وطلعوا هما وانا بنوا واقف هجمة وطلعوا مستني. وانت في الحالة الدفاعية دلوقتي لا هي دي ما تقلقش، لان لعيبه ريال مدريد اصلا ما بتعرفش تتصرف في الحاله دي. بتستحوذ. ما هو استحوذ براحتك، مش هتعرف ماشي، ما هو تتصرف. تشابي الونسو رخم في القصه دي جدا، وعلى فكره بيطورها. انا معاك 100% ان هي ما كانتش فعاله في الاول. يعني بمعنى ايه؟ ريال مدريد اول 4 5 ماتشات، ممكن اكتر من كده كمان، كان بيعمل نفس اللي انت بتقوله، حلوه منك قوي، وبيستحوذ، واستحواذ كله سلبي، 80 90% منه مم. سلبي. الكره بتتنقل من هنا لهنا، من فالفيردي هيوديها لتشاوميني، تشاوميني هيرجعها لميليتاو، ميليتاو هيلعبها كره طوليه لفينيسيوس عشان هو الوحيد اللي بيعرف يستلم اي كوره. فينيسيوس هيستلم هيرجعها لكاريرس، كاريرس هيوديها لتشاوميني، وهنفضل في اللوب دي. مم. بس تشابي الونسو ماتش عن ماتش بيوجد حلول اكتر. ما هو انت حل الحوار ده دفاعيا كليفربول بقى، ان انت الوينجات بتاعتك تساندك دفاعيا. مم. ده بيحصل من جاكبو كده كده. بس ده مش هيحصل من صلاح. ما هو الماتش اللي فات بقى اللي هو بتاع استون فيلا ده اللي هو بتاع امبارح، مم. سلوت طلع بعد الماتش قال لك ان صلاح في الماتش ده كلوب كان طلع بغض امنيه النظر. حياته دي. قال لك ان صلاح كان مميز في الماتش ده، مش بس عشان عمله هجوميا، عشان كمان كان بيساند دفاعيا بعد الجول. مم. فصلاح لا ممكن يعملها، لو عملها هتفرق معانا جدا في الحته دي. ان انت عشان تدافع فعلا قصاد الاستحواذ بتاع ريال مدريد ده لازم هم يساندوك من الهجوم مم. بس. شايف الماتش يخلص كام كام؟ انا عارف السؤال ده انت مش مستنيه يعني، هو تقيل على قلبك، انا عارف. تقيل على قلب اي مشجع، واتمنى حتى لو انت بلاش مشجعين ليفربول عشان ممكن ما يرضوش يكتبوا حاجه زي كده، او انزل اكذب يعني، لو عايز تنزل تكذب وتقول لي ليفربول هيكسب كذا كذا قول عادي. بس اتمنى تقولوا توقعاتكم قبل ما احنا نقول توقعات، يعني بحيث ان احنا نيجي بعد الماتش نشوف يعني. عقل ولا قلب؟ لا ماليش دعوه ولا عقل ولا قلب، انا عايز اعرف الماتش هيخلص كام. لا ده العقل بقى ولا قلب. الحكم هيصفر دقيقه 90 كام كام؟ 2-1 لريال مدريد. مش قليله شويه؟ هي 2-1 حلو. لا انا مش بتكلم قليله ان هو ريال مدريد هيجيب اكتر، انا بتكلم ان هي الفرقتين هيجيبوا اكتر. لا لا مش مش حاسسها حاسس كده. لا. انا مش عارف، حاسس هيبقى ماتش مفتوح. مش قوي يعني يعني. ليفربول مش الفرقه السخيفه على ارضها اللي هي تنزل تجيب جول وتقفل مثلا، فريال مدريد يكسب فرق واحد. لا انا شايفها 2-1 لريال مدريد حلو قوي. ماشي حلو منك. الاجوان هتتاخر فعشان كده هتلاقيهم قريبين، يعني الفرقتين هينزلوا خايفين. هتتاخر من الشوط الاول يعني قصدك؟ يعني ممكن تلاقي جون في اخر الشوط الاول بس، مم. لكن ما اظنش ان الماتش هيبدا ماشي، من ما ده عادي، اوله اللي هو ملوش. حماس واجوان. ماشي يعني ماشي. مش ماتش ريال مدريد، مش ماتش اتلتيكو مدريد وليفربول، فاهم؟ مم. ماتش اتلتيكو مدريد وليفربول كنا في اول 9 دقايق كاسبين 2-0 باين حاجه كده. مم. فلا مش هتلاقي الماتش ده. بس حتى لو الشوط الاول خلص 0-0، الشوط الثاني ممكن يخش فيه جوال كتير عادي. لا انا شايف ان هو هيتاخر وهو فعلا اخره 2-1 مثلا. ماشي، انا عامه شايفها 3-2. حاسس الماتش هيبقى مفتوح ريال بصراحه. مدريد برضو. طبعا ريال مدريد 3-2 ريال مدريد. تثق في فريقك. يعني هو كالعاده طبعا الثنائيه بتاعت كيليان امبابي، هو بيسترخم فكره ان هو يجيب جول واحد كل ماتش يعني، هو لازم يجيب اتنين. امم فيبقى اتنين كيليان امبابي واي حد بقى لا ما فيني. انا متوقع الاثنين دول هيبقوا كيليان امبابي وواحد منهم ضربه جزاء. ماشي يا عم، يا رب الاثنين يبقوا ضربة جزاء. والتالت ده يبقى فيني او بلينجهام، او اي حد جديد مثلا فالفيردي ولا اي حاجه جديده كده تبقى حلوه. رودريجو، انتوا بتحبوا رودريجو انتوا؟ انا بحب روديجو بس هو مش هيلعب. هينزل الشوط الثاني، هينزل ممسي حتى كده ما عليك يعني. اظنش انه هينزل. ماشي تمام.
اتمنى نكون كنا خفاف على قلبكم شويه. ما كلمناش بتعقيد بقى وفلسفنا والكلام ده كله، ان انا ولا انا حاسس انك محمد. فلسفت قوي. بس لا يعني احنا الاثنين ما بنحبش الطريقه دي وانا متاكد ان هو نفس الكلام، يعني بنحب نتكلم الموضوع ببساطه كده اكنك اهم واحد صاحبك. فاتمنى ما تكونش زهقت. انا فعلا ما اعرفش احنا اتكلمنا كتير ولا قليل، حاسس بس احنا بقالنا كتير برضه. حاسس ان احنا، لا والله انا حاسس ان الموضوع عدى كده يعني. يعني مثلا تلاقيه 20 25. مش مهم، نبقى نشوف الكلام ده يطلع بعدين. فاتمنى لو الحلقه عجبتك والفكره نفسها عجبتك، مش الحلقه بس، الحلقه ممكن تتطور، ممكن الافكار تبقى اكتر شويه، ممكن طبعا بما اننا هنقرا كل الكومنتس ان شاء الله اللي انتوا تكتبوها، الحاجات اللي ممكن نسال فيها بعد كده في ماتشات قبل ما الماتش يتلعب، اسئله مثلا انتوا تبقوا حابين تعرفوها او كده. طبعا الكومنتس اللي بتجيب اعلى لايكات ببقى عارف ان الناس فعلا محتاجه تسمع الاسئله دي، او ان الاثنين اللي طالعين بيتكلموا او الاشخاص اللي طالعه تتكلم عامه تكون بتتناقش في حاجه زي كده. فاتمنى تقول لي رايك في حاجه زي دي. فكره الفيديوهات عامه اللي بتتعمل للمناقشات اللي قبل الماتشات الكبيره عامه ما بين اي فرقتين كبار. ويا ريت يا ريت تاخد بالك ان احنا داخلين قربنا على ال 100,000 سبسكرايبر. هو احنا بره ايوه. البيت يعني الدرع مش هيبقى هنا، بس هنبقى حاطين الدرع ورانا ان شاء الله في، يعني ممكن اجيبه لكم هنا عادي، يعني ممكن في اي مكان نصور فيه. يا عم ولا يهمك يا عم، ادي دايره اهو، يلا انبسط. بس اتمنى تعمل سبسكرايب. واستنوا ردة فعل ان شاء الله.